حبايب قلب زوزو، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح التفاؤل والأمل، صباح الرضا على عيونكم أو مساء الخير بقى كده حبيبة قلبي. لو الفيديو ده نزل وشفتيه بالليل، حبيت أبدأ لك الفيديو بكل الجمال والشياكة دي. طبعا زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا هوريلكم، او اللايف اللي فات ان انا انزل لكم كده لايف وانا عند بابا اوريلكم شكل الارض عامله ازاي. فطبعا حبيت اوفي بوعد كده، فصورت لكم مقطع وكمان عملت لكم لايف كده، ربما يكون بعض الناس شافوه. ولو ما شفتوش حبيبه قلبي بقى، وريتك كل الزرع اللي موجود اصلا في المنطقه هناك ونزل عندي على القناه. فلو حابه ادخلي كده على اللايفات او على البث المباشر وانتوا هتشوفيه. تعالوا نبدأ بقى الفيديو بتاعنا النهاردة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. بص بقى يا ست البنات، أنا مدلعاكي ومخرجاكي ومفسحاكي وعامله لك كل حاجة. اهو اخدتك في التوك توك ورحنا فين، وخرجنا كده رحنا عند مامتي. فقلت بقى اوريك الطريق شكله عامل ازاي، وشكل الخضار كده او شكل الاراضي على الجنبين. بجد شكل الشكل بيبقى حلو قوي قوي، واحنا ماشيين كده بنقعد بقى. شكل الخضرة اصلا لوحده يفتح النفس كده. فتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا يا ست البنات بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونقول الدعاء الحلو بتاعنا ده. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. طبعا بقى اتبهدلت اليومين اللي فاتوا واتهلكت كده شغل، فقلت افصل شوية تنظيفات وحاجات من دي. فاللي هو قلت اروح اشوف مامتي كده. رحت يوم الجمعة بعد الصلاة كده على طول، وطبعا احنا ما كانش فيه وقت، فقلت هبيت وهروح الصبح بدري قبل المدرسة بتاعت الولاد. خلاص. اليوم ده بقى يا ست البنات كان روتين، هو يوم روتين ويومنا العادة عند مامتي. خلاص. فالأول أحب أشكر كل حبايب قلب الجداد اللي دخلوا معايا في القناة، واللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة ترفع من معنوياتي. عايزة أقول لكم والله العظيم ما تتخيلوش كلامكم ده بيعمل فيا ايه كده، وببقى مبسوطة قد ايه وانا بسمع كل كومنتاتكم الحلوة اللي زي العسل والسكر زيكم كده. حبيبة قلبي اللي من العراق، متحرمش منك ابدا، وسمسمة وام يوسف و وام تقى ووعد حبيبتي. بص مش عايزه انسى حد. ماما اليسا، كلكم حبايب قلب على راسي، وام نادين. بجد مش قادره اقول لكم، انتم ترفعوا من روحي. والفيديو اللي فات شجعتوني ان انا اصور، وان انا الناس كلها عندها، كل واحد عنده في حياته حاجه مخبيها او عيشته هو لازم يرضى بها ايا كان، زي ما تكون. فشجعتوني وقلت لي انت ما شاء الله عليكي شاطره، وانت كويسه، وانت معدله. حبيبه قلبي اللي من العراق، ما تحرمش منك ابدا ولا من كلامكم الحلو اللي دايما يكبر بخاطري. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب كده، وتلاقوه في صحتكم وفي اولادكم، اللهم امين. طبعا كل سنه وانتم طيبين. اليوم اللي انا بسجل لكم في الفيديو ده كان اليوم النصف من شعبان. يا رب حقق لنا كل ما نتمنى يا رب، وما تدخل علينا شر ابدا ابدا. ويا رب اللهم امين يا رب يا رب. ترزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وترزق كل مشتاق بما يشتاق. ادعي ربنا على قد ما تقدري، ادعي ربنا، خلي عندك امل ان ربنا دايما هيجي في يوم ويحقق لك حلمك. هيجي في يوم ان شاء الله مع صبرك ومع ايمانك بيه هيحقق لك اللي انت بتتمنيه. انا واحده من الناس عندي امل في الله، وعندي يقين ان شاء الله انا ما بعملش حاجه وحشه في حد، او وحشه في اسلوب حد، اسلوب وحش في حق حد فاللي هو ان شاء الله ربنا هيعوض صبر خير، وهيعوضني خير عن اللي انا بعمله. تمام. طبعا بتقطعي الكبير ده يا زوزو، دي كانت نص فرخه روميه. تمام، ده نص رومي. تمام. انا رحت كده لقيت ماما مخرجاه، هو كان عندها الصراحه. فللأسف كنت عايزة أتبله وأعمله بطريقة مشوية أو في كيس حراري أو أي حاجة تانية. بس بصوا أختكم رايحة فاصلة قسما بالله. شفتوا المثل اللي أنا قلتلكوا عليه؟ ودوني بيت أبويا علشان أستريح. هم بقى مسكوني المفاتيح. عايزة أقولك حاجة حبيبة قلبي، أنا ممكن أقعد وأكبر دماغي ومعملش أي حاجة وألاقي الأكل جاي قدامي جاهز، بس صدقيني هتبقى عيبة في حقي. عيبة في حقي لما أنا أروح عند أمي كده واخلي مامتي هي اللي تشتغل وانا قاعده. تمام.
لو تعلمي بيا اليوم ده كنت انا اصلا ما كنتش قادره امسك السكينه بايدي، قسما بالله ما بكذب عليكم. ما حسستش ماما باي حاجه، ولا حسستها ان انا تعبانه، ولا بصوا اللي هو جهزت اكل واتبسطت وفرحت معاكم وعملت معاكم لايف، وعملت لكم كمان لعل وعسى لو انا رضيت امي ربنا هيرضيني. فممكن اكون بروح هناك اشتغل واعمل، بس دي امي مهما اشتغل ومهما اعمل لها دي يعني هي مش قادره اقول لكم ازاي انا هبقى اروح هناك وهي تخدمني وانا قاعده، يعني انا عايزه اعرف يعني. ما علينا. المهم اليوم ده كانت مرات اخويا بقى كانت مسافره والله عند مامتها هي كمان. بس والله بجد اول ما عرفت ان انا هناك جت على طول، يعني قعدت ساعتين 3 كده وراحت جايه. فانقذتني بقى الصراحه، ربنا يخلي لها اولادها يا رب، ويكبر بخاطرها زي ما هي جبرت بخاطري. فوقفت معايا بقى، كنت انا هي عارفه طبعا ان انا بصور، يعني الحق بصوا انا اللي هو التاتشات الزهرة، وهي بقى كل حاجة اللي هو مواعين، تحضيرات الولاد، كل حاجة بقى في بص. يعني بجد والله ربنا يديلها الصحة يا رب. اتبهدلت معايا اليوم ده، فاللي هو احنا زي ما بتقولوا كده ايد على ايد بتساعد. خلاص. بص يا حبيبة قلبي، كان في فرخة وكان في نص فرخة رومي. تمام، قطعت الفرخة لانها كانت كبيرة ما شاء الله زي ما انت شفتوها كده. يعني الصدر 3 7 قطع. خلاص. والرومي قطعت الصدر على 4، والورك على 2 بالظبط، عشان الجزء بتاع الورك ده مش هعرف اقطعه. خلاص. المهم بسم الله ما شاء الله، اصلا كانت الكمية كتير، فاللي هو كان في لفتين جلاش في الفريزر. ماما قالت لي ايه رأيك تعملي جلاش باللحم؟ قلت لها تمام. في لحمة؟ قالت لي لا. اطلع لك فراخ؟ قلت لها لا ما تطلعيش فراخ، احنا هنجرب نعمله بالرومي، يعني بالصدر بتاع الرومي. ما شاء الله طبعا هو حجمه كبير. فاللي هو قطعت الصدر والله بعد ما حطيته يتشوح، وقلت بقى هشوحه وبعدين اعمل له تتبيله حلوه احمره بيها. بصوا حتى البهارات طلعتها عليه، انا طلعت قطعتين 2 بس والله العظيم. طلعت قطعتين من الصدور كده، شلت الدهن او السمين اللي عليهم، وجبت 5 بصلات كبار فرمتهم فرم ناعم قوي في قلب الكبة. وبعد ما فرمت البصل بقى طبعا ما تضربيش اي نوع لحوم الاول عشان ما يزفركش الكبة وتضطر اللي انت تغسليها. خلاص. فيا حبيبة قلبي، بما ان قناتنا اقتصادية احنا بنصرف نفسنا ونمشي نفسنا، مش عشان ما فيش لحمة مش هنطبخ، مش عشان ما فيش فراخ مش هنطبخ، لا احنا بنتصرف. خلاص. المهم بقى قطعت البصل زي ما انتم شايفين، حطيت عليه معلقه سمنه كده ومعلقتين 3 زيت مثلا. عايزه تحط سمنه براحتك، زيت براحتك، بس يعني الزيت بيكون احسن. انا قللت في كميه السمنه عشان تبقى معايا في الجلاش تبقى احسن. خلاص. وقبل ما البصل، اول ما بلاقي بصله واحده بس خدت لون مصفر احمر، بروح منزله بقى ايا كان. هي دي التعصيجه بتاعتي يا جماعه، وهو ده السر اللي بيخلي طعم التعصيجه. بصوا مش قادره اقول لكم عليها، لان البصل لما بيكون كده بيبقى زي المكرمل كده، وبينزل صوص في الفراخ او في العصاق بتاعك، بيبقى في منتهى الجمال. اول ما بنزل بقى الفراخ اللحمه ايا كان انا بعمل بفضل بقى كده اقلب شمال ويمين، اقلب فيه شويه حلوين عشان قطع الفراخ بتبقى ناعمه جدا. فلو انت ما عدتش تقلبها فيها كده هتبقى كتل كبيره او حتت كبيره. فاللي هو انت تنزلي عليها بظهر المعلقه تقليب في الاول خالص، وحطيت عليها شويه البهارات بتاعتها، اي بقى انواع البهارات مش هقول لك انا حطيت وحطيت عليها واحده من مرقه الدجاج، وفضلت اقلب فيها بقى شمال ويمين. ومرات اخويا بقى اللي ربنا يديلها الصحه يا رب، قطعت لي كده طماطمتين صغننين قوي، لو عندك معلقه صلصه برضو يبقى احسن، وقرنين فلفل وبشر جزرتين. خلاص. هو ده العصاج بتاعي. ساعات بعصجها بس ببشر جزر وخلاص، ساعات بس بالبصل وخلاص. يعني تجديد وتغيير. خلاص. حطيت بقى كل الحاجات عليها دي، وطبعا عشان الروم يعني ممكن يكون بيغيب، فوطيت عليه بقى وسبت العصاك ده كله يستوي خالص. كانت ماما بقى طبعا المحشي ده ما عملناهوش، كانت هي عامله قبلها بيوم، فهي متعوده لازم تبقى عامله حله كده تحطها في التلاجة، يعني تعدي يوم او تاني يوم او يعني يومين وتطبخها.
يعني ايه المهم مش بتطبخ الكمية كلها، يعني بما ان هي بتعمل محشي بقى، عقدت بقى للمحشي وحطيته على النار، ورشيت على وشه شوية زيت كده صغننين، وكمان كانت شوربة الرومي والفراخ سمينة، حطيت له كده العقد بتاعه، ورحت نشله الفراخ علشان طبعا الفراخ مش بنفس روح الرومي، مش هتستوى معاه. نشلتها هي الاول بقى، وسبت الرومي بقى وطيت عليه وسبته ياخد ويدي مع نفسه كده. وقلت بقى اطلع اوريكم شكل الغروب بجد يعني هناك. يعني الشكل بجد تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين البيت الأصفر العالي الكبير ده؟ بابا بقى كان بني هناك كده في القدام، مش ورا كده، لا قدام، يعني كان بيتنا الأساسي قدام هناك كده. فهو جا ورا كده، وراح بني البيت ده يعني جديد في الأراضي كده من ورا شوية، يعني في الأرض بتاعتنا بمعنى أصح. يعني محدش يقول له الحكومة بقى عشان ما يجيلناش مخالفات ولا أي حاجة. لا طبعا هو مطلع تصاريح ومطلع مظبط دنيتي، يعني عادي انا مش بخاف. المهم حبايب قلبي، بصوا شايفين النخلة اللي هناك دي برضو الارض بتاعتنا التانية هناك كده. انا وريتكم كل حاجة في اللايف، يعني لو فاتك اللايف ارجعي بقى لللايفات المباشرة بتاعتي وانت هتلاقيه. بصوا بقى قد ايه كمية راحة نفسية كل ما بتبص لشكل الخضار واللون الخضرة كده، بجد يعني بتلاقي نفسك مرتاحة وعينك مرتاحة. البيت حوالينه داير ما يدور خضرة. بصوا يعني هي بس مشكلة واحدة بس أيام الصيف من الناموس اللي هو الهاموش اللي بيقرص ده، هو ده بس المشكلة الوحيدة. بس عايزة أقول لكم أيام الصيف ده أنت تروحي هناك والله العظيم، يعني ولا تقولي لي بقى ساحل ولا مارينا ولا تقولي لي جمصة ولا راس البر ولا أي مكان تاني، تقعدي بقى كده تلاقي الهوا وتلاقي شكل الخضار حاجة كده تفتح النفس والله العظيم. طبعا انا كنت سبت مرات اخويا تحت بقى كده ايه، احتست في شوية حاجات والمواعين والحوض والدنيا، نزلت لقيتها ربنا يديلها الصحة ويبارك لها في ولادها يا رب. لقيتها لفت الجلاش وحطت الحشو بتاعه في قلبه وظبطت الدنيا. قعدت ادعي لها ربنا يخلي لها اولادها يا رب، ويفادلها جوزها هي وكل مسلمة يا رب في الدنيا. المهم بقى كل واحد فينا يعني اللي هو ايه، خلي اما تروح عند مامتك كده يعني ما تترميش الحمل كله عن ايا كان مين اللي موجود، مرات اخوكي، مامتك، سلفتك، ايدك بايدهم كده عشان ما تحسش ان انت تقيلة على حد. فاهمة قصدي ازاي؟ يعني خلي دايما انت روحك خفيفة، خلي دايما ايدك بايدهم علشان ما تبقيش حاسة ان انت تقيلة عليهم. هي بقت تعمل شغل، انا بقيت اعمل شغل، والله العظيم انا كان هين عليا اسيب الشغل من ايديها واعمله، عشان يعني انا اللي مكلفاهم ده كله، فاهمين ازاي؟ بس والله ربنا يبارك لها في ولادها، هي مرضتش والله. المهم حبيبة قلبي، الجلاش عملناه مع بعض 100 مرة قبل كده، بس هقولك تاني كوباية لبن، حطيت عليها بيضتين ومعلقة من الدقيق وشوية بهارات، وكمان مغرفة صغيرة كده من الشوربة، ربع كوباية من السمنة عليها ربع كوباية من الزيت، يا إما كله زيت تمام. وده شكل الجلاش بتاعنا بعد ما دخل الفرن وخرج بقى. عايزة أقول لكم بجد والله العظيم يفتح النفس كده، بتلاقي الجلاش بقى مقرمش من فوق ومن تحت، وقلبه طري بطريقة حلوة قوي قوي تفتح النفس كده. طبعا بتلفيه بقى وبتيجي على الوش بتنزليه، ويا سلام لو شبتي الخلطة دي عليه قيمة ساعتين كده. هتقولي لي هيبوش يا زوزو؟ لا مش هيبوش ولا حاجة، هو يعني بيبقى عامل زي اللي هيبوش كده، بس لما بتدخليه الفرن بيتماسك وبيبقى طري كده وزي العسل. والمحشي بقى كان استوى وتردد والدنيا تمام وغرفنا الاكل. بس اعذروني الكاميرا بتاعتي بتبكسل، يعني التليفون ده عامه يعني تصويره زي ما انتوا عارفين زباله شويه، فالكاميرا بتروح مبكسله على الحاجه اللي محمريه قوي. انا مسكت الفراخ، انا بحب الفراخ مقرمشه كده، فاهمين ازاي؟ لونها وردي وجميل، اللي هو مش محروقه ولا اي حاجه والله. جهزنا الاكل وعملنا طبق سلطه وحبه زيتون مخلل ومش عارفه ايه. وده كان يومنا النهاردة، يا رب يكون اليوم بتاعي عجبكم. قلت اخرج بقى من مود التنظيفات وكل حاجة وافصل كده، وبعدين نرجع تاني علشان نفرش بقى الشقة الحلوة الجميلة بتاعتنا اللي هناك. ومرات اخويا بقى الله يسترها ويديها الصحة يا رب، فرشت الارض وكنست الدنيا ومسحت البوتاجاز وغسلت المواعين برضو، وانا لحقتها في شوية حاجات بسيطة كده عملت معاها. عايزة اقول لكم المشاركة حلوة وكل حاجة حلوة، فضينا الاكل
واحدة كانت بتفضي وواحدة كانت بتغسل، اللي هو ايه، ايدنا على ايد بعض كده. يا رب يديم علينا الستر والصحة وراحة البال، اللهم امين، ويبعد عننا كل عين وحشة وردية، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقولك لو وصلت لحد هنا من الفيديو، انزلي كده بسرعة املي التعليقات او الكومنتات بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ودايما ندعي ربنا بكل ما تتمني وبالاكتر وبالاحسن. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير كتير. استودعكم الله، مع السلامة.